قبل ما الفيديو يبدا حابب اعتذر لكم جدا على جوده الصوت في الفيديو ده، لكن بجد حصل غلطه كده. انا عاده بقفل التكييف في الاستوديو وانا بصور عشان التكييف ده الصوت بتاعه عالي شويه، ولكن المره دي نسيت، فطلع زي ما انتم بتشوفوا في الفيديو في شويه وش. لكن بصراحه ما كنتش عايز ارمي الحلقه في الزباله كده وما انزلهاش، لان حاسس ان هي فيها كلام حلو يتقال، وحاسس ان هي ممكن تعمل نقاش حلو جدا في الكومنتات تحت. فقلت انزلها كده كده، وحاولت اقلل صوت الوش على قد ما اقدر، واتمنى الحلقه تعجبكم، واعتذر لكم جدا تاني على جوده الصوت، واوعدكم ان هي غلطه لن تتكرر. يلا استمتعوا بالفيديو. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. والنهارده نوع من انواع الحلقات اللي عايز اعمله اكتر الفتره اللي جايه، وهو ان انا اجيب 2 لعيبه ناس كتير قوي تتكلم على مقارنه ما بينهم، واعمل عنهم حلقه واتكلم على شويه حاجات ممكن تساعد ان اللعيب ده يبقى هو الافضل واللعيب التاني لا هو الافضل، وهكذا. وفي اخر الحلقه اقول لكم رايي انا الشخصي. ففي حلقه النهارده الموضوع اللي انا اخترته هو الموضوع الاكثر شائعا حتى الان، لان مودريتش خلاص سايب ريال مدريد، وفي ناس بتقول ان هو هيعتزل، في ناس بتقول لك ان هو هيروح السعوديه، امريكا، هكذا. فناس كتير قوي بتتكلم على المقارنه ما بين مودريتش وانيستا، مين فيهم افضل. وطبعا عشان واحد لعب في ريال مدريد والتاني لعب في برشلونه، فالكلام محتد شويه ما بين الجمهورين. قلت اطلع كده سريعا ادردش معاكم في الموضوع ده واقول لكم رايي انا الشخصي. بس الاهم من كده عايز اعرف منكم تحت في الكومنتات رايكم انتوا تفضلوا مين، وعايزكم تحطوا حاجه كده في دماغكم، وهو لو انت مدرب لفرقه وعندك البيك بتاع انيستا، يعني البيك دي اللي هو اعلى نقطه مستوى وصل لها اللاعب، فالبيك بتاع انيستا قدام البيك بتاع مودريتش، وعارف ان الاثنين دول هيديك البيك ده لمده موسم، وفي بدايه الموسم تقدر تختار واحد منهم بس، ساعتها هتختار مين؟ فعرفني تحت في الكومنتات. وكمان حتى لو عايز تشوف حلقات تانية للعيبه نقارن ما بينها، زي مثلا في موضوع حلقه عايز اعمله جدا وهو صلاح قدام هنري، اي مقارنه ما بين اي 2 لعيبه تانيين، بس اهم حاجه يكونوا بيلعبوا تقريبا في نفس المركز. اكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هختار حد منكم وهبقى اقول اسمه لما اجي اعمل الحلقه دي. واخيرا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، الحاجات دي حقيقي بتساعد وبتحمس الواحد ان هو يكمل. فما تنسوش تعالوا نحاول نوصل الفيديو ده ل 500 لايك على يوتيوب، ويلا بينا ندخل في المقارنه ما بين مودريتش وانيستا. الميزه الكبيره جدا في المقارنه دي ان الاثنين شبه بعض بشكل كبير، الاثنين مركزهم الاساسي هو اللاعب رقم 8 اللي بيلعب قدام رقم 6 اللي بيكون عنده مهام دفاعيه اكتر، واللاعب رقم 8 ده بيبقى خليط ما بين ان هو لازم يبقى عنده قدرات دفاعيه، يدافع شويه ويضغط عالي في الكره الحديثه وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت برضه يكون مهاري، ان هو معاه الكوره يقدر ان هو يكون نوعا ما صانع العاب، لان دلوقتي مركز اللاعب رقم 10 ما بقتش موجوده كتير في العالم. والاثنين مثال يحتذى به، لو انت عايز تقول لعيب صغير بيلعب في المكان ده اتفرج على حد يبقى هو الرول موديل بالنسبه لك، او يبقى هو مثلك الاعلى، فما فيش افضل من انيستا او مودريتش عشان يتفرج عليهم عشان يتعلم. ولو انت من الناس اللي اول ما بتتسال سؤال زي ده انيستا ولا مودريتش بتجاوب عليه بكل سهوله، فانت غالبا منحاز عاطفيا لواحد منهم، لان اجابه السؤال ده حتى لو ليك قرار حاسم فيها المفروض ما تبقاش بالسهوله دي، المفروض تقعد تفكر كتير. انا احيانا بقعد افكر اقول لا مودريتش، احيانا تانية بقعد افكر اقول لك لا انيستا. الموضوع بالنسبه لي محير جدا، ويمكن عشان انا ببص له من بره منظور برشلونه وريال مدريد، وهل انا برشلوني معقول هقول على مودريتش احسن، ولا انا ريال مدريدي معقول هقول على انيستا احسن، مش بشوفها بالاسلوب ده خالص. فاعتقد ده بيديني النظره اللي ممكن تكون يعني فيها شويه من الحكمه، انا كده كده عاطفيا مش انفولد في الموضوع، فاقدر ان انا بمخي اقرر بالنسبه لي انا مين فعلا افضل، او بالنسبه لي انا لو انا مدرب اختار مين في فرقتي. قبل ما اصور الفيديو ده باربع 5 ساعات كده نزلت على انستجرام سالت الناس تفضلوا مين مودريتش ولا انيستا، وكانت النتائج حتى الوقت اللي احنا بصور فيه الفيديو ده بقول لكم معدى بتاع 5 ساعات يعني على التصويت. فمودريتش متفوق بنسبه 53%، مودريتش 47% انيستا، فبرضه مش فرق كبير. ده يوريك قد ايه الناس منقسمه بشكل كبير جدا على مين فيهم هو الافضل. وانا فعلا مش عايز احتكم لانجازات كل واحد فيهم، لان كل واحد فيهم حقق انجازات كبيره جدا. لو جيت تتكلم على مودريتش ده كسبان تشامبيونز ليجز اكتر من انيستا، اقول لك تمام، بس انيستا كسبان 2 يورو وكاس عالم، برضه مش قليله خالص. هتقول لي مع مودريتش كسبان بالون دور، اقول لك ماشي، بس مودريتش كان محظوظ شويه ان ده كان في وقوع رونالدو ميسي، لان العز بتاع انيستا او البيك بتاع انيستا كان في وقت ميسي ورونالدو اقوى بكتير، فبرضه موضوع البالون دور ده فيه شويه توفيق. لكن لو انا فاكر صح الاثنين كسبوا احسن لعيب في اوروبا. وفي برضه حاجه ثانيه ناس كتير قوي بتاخدها بشكل مغلوط شويه، ويقول لك هو ان مسيره مودريتش اطول
اطول من مسيره انيستا. انا اختلف مع الموضوع ده، لان انا شايف ان انيستا خلص بدري من حيث سنه هو الشخص، يعني ساب برشلونه وراح على اليابان مثلا وهو 34 35 سنه، في حين مودريتش دلوقتي 39 سنه داخل على 40 سنه ودلوقتي بيسيب ريال مدريد. بس انا مش عايزك تبص لها بالاسلوب ده، انا عايزك تشوف مسيره كل واحد فيهم في عز تالقه قعدت كام سنه. يعني مثلا انيستا ممكن نقول ان هو بدا يبان قوي في برشلونه ان هو لعيب قادم ولعيب قوي جدا من 2006. 2008 اول ما جوارديولا جه بان بقى التوهج الاكبر، بس تعالوا من 2006. فمن 2006 لغايه لما ساب الفريق في 2018 انت بتتكلم في مسيره تقريبا 12 سنه. 12 سنه في التوب ليفل، بيلعب بشكل كويس جدا وبيفيد فرقته طول ما كانت فرقته بتساعده. بكل تاكيد كان عنده بعض المواسم اللي ما كانتش احسن حاجه، بس هتلاقيها دايما مربوطه بموسم عامه لبرشلونه ما كانوش برده كويسين، زي مثلا موسم 2013 بعد ما جوارديولا مشي على طول لما وصلوا السيمي فاينل ولعبوا بايرن وخسروا رايح جاي 7-0. ده موسم عامه لبرشلونه ما كانش الافضل، لكن دايما هتشوف ان في افضل مواسم برشلونه هو واحد من اكتر 3 لعيبه متوهجين في الفريق. نفس الكلام بالظبط اتقال على مودريتش. ممكن نقول ان مودريتش راح ريال مدريد في 2012 وتعالى نقول ان هو من اول ما راح وهو اثبت نفسه وتالق بشكل كبير، فهتلاقي نفسك بتقول ان هو من 2012 لغايه مثلا نقول 2023، لان هو في اخر موسمين بصراحه بيقعد على الدكه معظم الوقت، فبرضه بتتكلم في مسيره بتاع 11 سنه تقريبا زي بتاعت انيستا. في ال 11 سنه دي برضه كسب كل حاجه ممكنه، عمل انجاز كبير جدا مع منتخبه ووصله نهائي كاس العالم، كسب بالون دور زي ما قلت لك، فحقق هو كمان انجازات كتير. لكن ارجع تاني واقول لك الحاجه اللي انا قلتها لك في الانترو، لما تيجي انت تفكر تفضل مين على مين، تخيل نفسك كده انت المدرب بتاع الفريق وعندك الاوبشن توقع مع انيستا او مودريتش في البيك بتاعه، هتختار مين؟ بالنسبه لي انا، وكلامي ده ممكن يتغير كمان شهرين 3 عادي جدا، لان انا من فتره كنت بقول كلام ودلوقتي بقول كلام، وغالبا بعد فتره لما اجي افكر في عوامل ثانيه هقول كلام تاني، وعادي مفيش مشكله، ودي حاجه مش بتكسف منها. في الوقت الحالي انا ميال اكتر شويه لانيستا. في معلومه دايما مغلوطه جدا على انيستا ويقول لك ان انيستا دفاعيا مش كويس. انا لا اتفق تماما، لان في عز انيستا اللي زي من برضو عز برشلونه مع جوارديولا، اول ما بان للعالم كله اهميه الضغط العالي، واحد من اكتر اللعيبه اللي كان بيجيد الضغط العالي ده كان انيستا. فممكن تكون وهو عمال يتقدم في السن ما بقاش عارف يعملها بشكل افضل، لكن تاني لو هرجع للبيك بتاعه، البيك بتاعه ده اللي انا ممكن اقول من 2009 ل 2012 مثلا، لا انيستا كان بيعرف يدافع بشكل قوي جدا، وكان بلاي ميكر بشكل رائع، وكان كل ما يضغط عليه مستحيل تاخد منه الكوره، وكان حاسم في ماتشات كتيره جدا مهمه جدا للفريق بتاعه. اسالني انا كتشيلساوي، كل الكلام ده بالمناسبه ينطبق برضو على مودريتش. انا بدات لك الحلقه وان انا بقول لك ان انا محتار جدا في الموضوع ده، لكن انا شايف ان في البيك بيرفورمانسز بتاعهم هما الاثنين عندهم نفس المميزات. يمكن مودريتش يتفوق في حاجه برضه عشان اكون امين معاك يعني، وهو ان مودريتش ممكن يكون جسمانيا اقوى شويه، يعني الاثنين تقريبا نفس الطول ونفس الوزن، بس ان انت تدي كتف لمودريتش مش بنفس سهوله ان انت تدي كتف لانيستا، فدي برضه حاجه في حق مودريتش للامان. لكن انا شايف مثلا كقدره وفيجن واي فوتبول اي كيو وكل الحاجات دي، الاثنين في البيك بتاعهم الاثنين ليفل عالمي، بس انا ادي انيستا كام نقطه فوق كده بصراحه. لكن للامانه شابوه لمودريتش ان هو قدر يلعب في التوب ليفل لغايه 39 سنه، دي برضو حاجه مش سهله خالص. ولو انت جاي تتكلم بقى على مسيره لاعب وان هو يا عمر هو بان قوي في ريال مدريد، بس حتى هو في توتنهام كان معروف ان هو لعيب جامد ولعيب كويس، وان هو عنده كارير اطول من انيستا بسبب الموضوع ده، اقول لك تمام ده حوار تاني. بس انا دلوقتي لو جاي بقول لك ان انا مدرب وهختار مين فيهم في البيك بتاعه، انا هختار انيستا. بس احب اعرف جدا منك تحت في الكومنتات انت تختار مين، وزي ما قلت لك ما تنساش تقول لي على 2 لعيبه تحب ان انا اقارن ما بينهم في حلقات جايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه اللي جايه، كان معاكم عمر حسين، سلام.